واهلا وسهلا بيكم في يوم مميز ومختلف في كلية الطب. احنا النهارده ان شاء الله رايحين محطة المية. هقول لكم ليه في اخر الفيديو، بس يعني تابعوا معانا التفاصيل. قد خرجت عليكم متحمس جدا. نبقى احلى شباب متحمسين جدا جدا. اهلا بيكم يا جماعه مره تاني، واحنا المره دي هنبدا نشرح لكم محطه الميه دي بتمشي ازاي. احنا النهارده في زياره من كليه الطب البشري في بلوك اسمه بلوك الكوميونتي، فهدفنا ان احنا ان شاء الله هنشوف الميه بتتنقى ازاي عشان بنحمي حضرتك من امراض زي التيفويد وامراض زي الكوليرا، لان الامراض دي طبعا زي ما انت عارف انها كانت بتاثر على نص جمهوريه مصر العربيه. فاحنا المفروض بنروح في المحطه وهيبدا بقى يشرحوا لنا ازاي الميه بتتنقى وكل الخطوات اللي بتحصل. فرت قلقا مثل تماما واستيقاظ عند الفجر ركض. وخلصنا المرحلة الأولى، وحقيقي الدكتور اللي كان جوه ده أبدع في وصف كل اللي بيقوله. عرفت شوية معلومات كانت أول مرة أعرفها، زي مثلا إن محطات المية بتطلع 600 لتر مية في الثانية، زي إن هما مثلا بيعملوا عينات كل شهر وكل أسبوع وكل يوم. اكتشفت إن في يعني في عقول وفي ناس يعني لا تكل ولا تمل عشان نقطة المية توصل لك في البيت بسلام. أمسي واليوم بما أنا وغفرت قل للكون طبيبا صرت وبدون جناح حلقت راهنت على نفسي وإني اما في المرحله دي فاحنا كنا في حته تسمى المأخذ. المأخذ ده هو اللي المفروض النقطه اللي بتاخد منها كل محطه الميه علشان تبدا تخش تنقي. فاحنا عرفنا هنا اللي هو المأخذ بتاعنا بيبقى في نص الميه، يبدا ياخد الميه اكتر شيء منقى. طبعا كل محطه تختلف، بس احنا هنا تعتبر الميه من انقى الميه اللي بتتاخد لانها من نهر النيل. روحي يا طب أكلت فهنيئا هل تأكل أكثر لا أسخر بل فيك أذوب ومرارك في لساني سكر لي في كتبك حيرة عقل وسطور نالت من فكري أسرتني سنوات سعي واللحظة سيرفرف طيري لن أحيا كالناس حياتي لي معتكفي لي ما أهوى آثرت العلم على ومن حيث بدأنا ومن حيث ننتهي. خلصنا الرحلة على خير الحمد لله، كانت رحلة سعيدة، رحلة جميلة كتير دايما باللي فيها. شكرا لكم على حسن استماعكم، طبعا لايك وشير وسبسكرايب، اتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.